في الفيديو ده هنتعلم HTML من الصفر لحد ما تكون قادر تعمل صفحة ويب كاملة بنفسك. هنبدأ من الأساسيات وهتفهم ازاي بنكتب هيكل صفحة ال HTML، وبعدها هنتعلم أهم التاجز والاتريبيوت اللي نحتاجها في بناء صفحة الويب. فجهز النوت بتاعتك ونزل التولز اللي هنحملها كمان شوية عشان تكون قادر تطبق معايا الشرح وتكون فاهم كل جزئية وتطبقها بإيدك. الفيديو ده هيكون كورس كامل في فيديو واحد، فممكن تمشي معايا من البداية للنهاية أو ترجع لأي جزء محتاج ترجع له فيما بعد. فلو جاهز خلينا نبدأ نجهز البيئة اللي هنشتغل عليها. يلا بينا. طيب ايه اول حاجه هنحملها؟ تاج برنامج فيجوال ستوديو كود اللي اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات. فهنكتب VS كود، هيظهر لنا اول موقع داونلود فور ويندوز او اللي فوق على اليمين. انا طبعا محمله، خش عليه على طول. اول حاجه طبعا هيظهر معاك بالشكل ده، فانت بتعمل اول حاجه اوبن فولدر. يعني هتيجي مثلا على الديسكتوب هنا وتعمل انشاء فولدر، هتسميه مثلا ويب سايت بروجكت، خليه هنا. وبعد كده هتيجي في الاوبن فولدر. طيب مثلا لو ما فتحتش معاك الصفحه دي، يعني فتحت كده، تيجي فوق على الشمال فايل تختار اوبن فولدر. هتيجي طبعا على الديسكتوب هتختار فايل اللي احنا لسه عاملينه. كده انت جوه الفولدر، دوس يس. هتيجي عند الويب سايت بروجكت اللي انت عملتها وهتضغط على الايكون دي نيو فايل. هنكتب هنا اسم الملف اللي احنا هنكتب فيه اوامر ال HTML. هنكتب مثلا index.html. ديت اهم جزء في الملف، اللي هي الامتداد تبع الملف، ان احنا كده بننشئ ملف هنكتب فيه اوامر HTML ونضغط انتر. كده الصفحه اتنشأت معانا. فاول حاجه محتاجين نعرفها يعني ايه HTML. هنبدأ باول حاجه، ايه هي ال HTML؟ HTML هي اختصار لكلمة Hypertext Markup Language. عليك ان انت تعرف الاختصار ده كمعلومة فقط. طيب لغة HTML لغة ترميزية بنستخدمها عشان نبني هيكل الموقع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه لغة ترميزية؟ ويعني ايه بنستخدمها عشان نبني هيكل الموقع؟ لغة ترميزية معناها ان نظام او مجموعة من القواعد اللي بنستخدمها عشان نضيف النصوص واعطائها هيكل معين، بس مش لغة برمجة. يعني لما اقول لغة ترميزية معناها مش لغة برمجة، لغة جاهزة بمعنى اصح. يعني HTML ما تعتبرش لغة برمجة، ولكن لغة رمزية بنستخدمها عشان نضيف معلومات وصفية للنصوص، زي تنظيم العناوين والفقرات والروابط والصور وغيرها من المحتوى. طيب يعني ايه بقى بنستخدمها عشان نضيف هيكل الموقع؟ لما نقول اننا بنستخدم HTML عشان نبني هيكل الموقع، بنقصد ان HTML هي اللي بتحدد لنا ترتيب وتنسيق العناصر اللي بتكون صفحة الويب للموقع، وبنحدد المكان اللي تظهر فيها الصور والفقرات. كمان بنعمل قوائم وبنحدد الروابط اللي بتوصل المستخدم لصفحات تانية. ببساطة HTML زي الخريطة اللي بتقول للمتصفح ازاي يعرض المحتوى اللي احنا كتبناه، هي اللي بتحدد الهيكل والترتيب الاساسي لكل حاجة في الصفحة. طيب البنية الاساسية ل HTML. البنية الاساسية لاي مستند HTML بتتكون من مجموعة عناصر تسمى التاجز اللي بتنظم وترتب المحتوى. كل عنصر بيتكون من علامات فتح تسمى الاوبننج تاج، علامة غلق تسمى الكلوسنج تاج، وبينهم بيكون المحتوى زي ما ظهر لك على الشاشة كده. البنية الأساسية ل HTML بتتكون كالآتي. أولا أول سطر في الكود اللي هو قوسين زاوية وعلامة تعجب ودوك تايب HTML. ديت معناها ان اعلان على نوع المستند، واللي بنقول للمتصفح ان احنا بنستخدم لغة HTML5. HTML5 ديت معناها ان اخر اصدارات من لغة ال HTML. تمام، دوت اعلان فقط بنستخدمه علشان نقول للمتصفح ان احنا بنستخدم HTML5. طيب وال HTML اللي بعديها دي كده بداية الصفحة بتاعتك. طيب كل بداية تليها نهاية، وفي تاجز بيتكون من بداية فقط، زي مثلا HR او BR. ديت حاجة اسمها سنجل تاج مش بتحتاج نهاية زي HTML. الهيد بتكون عقل الموقع اللي بيحتوي على معلومات عن الصفحة، زي عنوان الصفحة اللي هو التايتل دوت تاج جوه الهيد بيحتوي على عنوان الصفحة. زي ما قلت لك قبل كده ان الاوبننج تاج بيبقى في الاول، كلاسنج تاج اللي هو النهاية اللي هو بيبقى فيه علامة السلاش. طيب والبودي ده الجزء اللي بيحتوي على المحتوى الفعلي اللي هيظهر على الصفحة، زي النصوص والصور والروابط وغيرها من الاضافات او المحتوى. دي كده البنية الاساسية اللي بيتكون منها اي موقع هتلاقي فيها الاجزاء دي اللي احنا شرحناها. طيب بعد ما عرفنا الهيكل الاساسي لملف ال HTML، تعالى كده نكتبه واحدة واحدة مع بعض. اول حاجة تفتح القوس زاوية، تكتب علامة تعجب، بتكتب دوك تايب مسافة HTML بحروف سمول. دي كده معناها اعلان للمتصفح ان احنا بنكتب ملف من نوع HTML5. بعد كده بداية الملف
نكتب HTML، اول قوس هنا نعمل سلاش، بعد كده جوه ال HTML في 2 تاج، اللي هو اول حاجه الهيد، وده عقل الموقع اللي بيتكتب فيه البيانات الوصفيه تبع الموقع، زي العنوان اللي هو التايتل، تكتب ما بينهم العنوان الموقع. بعد كده البودي، المحتوى الفعلي اللي بيظهر للمستخدم سلاش بودي. ده كده الهيكل الأساسي لأي ملف HTML. ما بين الأوبن تاج بودي والكلاسنج تاج بودي بتكتب المحتوى اللي احنا عاوزينه يظهر للمستخدم، وبين الأوبننج تاج هيد والكلاسنج تاج تكتب بيانات الموقع زي الديسكريبشن، الكي وورد اللي بتظهر في محركات البحث. طيب احنا النهارده هناخد 2 تاج مهمين جدا في كتابة النصوص. أول حاجة تاج اسمه ال H1، اختصار للهيدنج يعني عنوان رئيسي. طيب بيتكتب ازاي؟ تفتح قوس زاوية بتكتب H1 بس كده، وبتعمل الكلاسنج تاج سلاش H1، ما بينهم بتكتب العنوان الرئيسي للموقع. في 6 مستويات لل H، من أول ال H1 لغاية ال H6 هنكتبهم بالترتيب: H2، بعد كده H3، بعد كده H4، بعد كده H5، بعد كده H6. أول عنوان بيبقى العنوان الرئيسي. تعالى كده لما نفتح الملف علشان تشوف النتيجة، هنكتب مثلا Hello World، هناخدها كوبي كده وبتعمل هنا في الموقع ريفرش. ال H1 بيبقى العنوان الرئيسي للموقع. طيب وبقت المستويات بتبقى عنوان فرعي. ايه التاج التاني اللي احنا هناخده النهارده؟ تاج الباراجراف، اختصار البي، بتكتب ما بينه اي نص انت عاوزه، سواء مثلا ديسكريبشن، شرح جزئيه معينه، اي حاجه، حتى لو تكتب قصيده مثلا. يعني مثلا هنكتب هنا اي حاجه. عندنا في الفيجوال ستوديو كود كي وورد اسمها لورين، وتكتب مثلا 20، بتولد نصوص عشوائيه. تعالى هنا في الصفحه ونعمل ريفرش، ده شكل الجزء بتاع الباراجراف. طيب لو في الصفحه دي كده مثلا انا جيت كده كتبت اي كلام عشوائي، هل الكلام دوت هيظهر بدون بقى استخدم اي هيدنج او باراجراف؟ انا جيت عملت ريفرش هيظهر، لانه اي حاجه بتكتبها بين البودي الاوبننج والكلوسنج هتظهر، بس بشرط في تاجات ما بتكونش بتعرض محتوى، زي تاج مثلا السكريبت، لو كتبت ما بينه اي حاجه مش هتظهر. لو جيت عملت ريفرش مش هتظهر. حتى لاحظ كده الايكون ديت مفيش اي حاجه بتظهر، لان التاج دوت مش بيعرض محتوى. انما لو كتبته كده عادي هيظهر، مفيش اي مشكله. بس الافضل ان احنا نكتبه ما بين تاج بيعرض محتوى زي الباراجراف او الهيدنج اللي هو ال H1. تخيل انك بتكتب مقال في موقع بس كل الكلام نفس الشكل، مفيش كلمة متغيرة، مفيش كلمة بارزة عليها علامة مارك ظاهرة، ولا حتى كلمة مايلة. اكيد الموقع هيبقى شكله ممل جدا. عشان كده النهاردة هنتعلم ازاي نتحكم في شكل النصوص داخل ال HTML باستخدام التكست فورماتنج. لكن قبل ما نبدأ، في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن عناوين الصفحة في ال HTML من H1 ل H6 وعنصر الفقرات الباراجراف. في اختصار مهم جدا بنكتبه علشان نوفر علينا وقت. تكتب اتش علامة الدولار نجمة ورقم 6، تدوس انتر، بيعمل كرييت من اول H1 ل H6. الاختصار ده في برنامج فيجوال ستوديو كود بيولد لنا تلقائيا كل عناوين الهيدنج من H1 ل H6. وبعد كده خدنا الباراجراف. العناصر ديت بتبقى مسؤولة عن كتابة النصوص داخل الصفحة. لكن السؤال هنا، هل النصوص كلها لازم تبقى بنفس الشكل؟ الإجابة لا طبعا. وهنا بيجي دور التكست فورماتنج. التكست فورماتنج في ال HTML بتسمح لنا بتغيير شكل النصوص، يعني نقدر نخلي النص عريض او سميك مايل ونعمل عليه مارك او نصغر حجمه. خلينا نشوف اهم عناصر المستخدمة في التكست فورماتنج. اول عنصر معانا هو عنصر البولد. نكتب حرف البي، وبعد كده تكتب مثلا welcome to programming. نفتح الصفحة بتاعتنا، نجيب الفولدر اللي احنا نشأناه، نجيب كده على اليمين. زي ما احنا شايفين العنصر حجمه بولد او سميك، يعني لو كتبنا نفس النص في تاج الباراجراف وجينا عملنا ريفرش، الفرق واضح جدا بين النصين. طيب عنصر البي او البولد للشكل بس. في عنصر تاني زيه اسمه السترونج. لو كتبنا نفس النص وجينا عملنا ريفرش، لاحظ هنا كده الدايره ديت هو نفس التأثير اللي هو البولد، بس في فرق بين التاجين. عنصر البي للشكل فقط، السترونج بيدل ان النص مهم. طيب عندنا تاج تاني اسمه ايتاليك، لو عايز النص يبقى مايل شويه عن باقي النصوص. يعني مثلا لو انا عايز كلمه تو ديت تبقى مايله جوه النص، فبناخدها كات كنترول اكس ونكتب حرف الاي، نضغط انتر.
تاج الاي بيخلي النص مايل عن باقي الفقره. مثلا كتبنا 2 وجينا عملنا ريفرش، طبعا ظاهر معاكم ان هو مايل عن باقي النص اللي هو ويلكم بروجرامينج. في تاج تاني زيه بيعمل نفس التأثير اسمه الامفاسيس، اختصاره الاي ام. بنعمل ريفرش برضو نفس التأثير، بس برضو نفس الفرق اللي ما بين البولد والسترونج، ان الامفاسيس بيدل ان كلمة مهمة. في برضو عنصر تاني اسمه المارك، طبعا واضح من اسمه بيعمل مارك على النص. يعني خدنا بروجرامنج ديت كات، بعدين هنكتب مارك، نضغط انتر، نحط النص ما بينهم، نيجي نعمل ريفرش. طبعا بتستخدم للكلمات الدلاليه. طيب لو انا مثلا عايز اصغر كلمه معينه في النص، اخليها سمول عن باقي الفقره، في عندنا تاج اسمه السمول. ناخد مثلا ويلكم ديت كات، نكتب سمول ونضيف كلمة ويلكم ما بينهم. لو لاحظت هنا الفرق، هتلاقي ويلكم ديت بقت أصغر عن الباقي النص، ودي بتستخدم غالبا في الملاحظات. عندنا في تاج تاني اسمه ديل، من اسمه بيمسح أو بيشطب على النص، دي بتستخدم في العروض أو الخصومات. مثلا لما أجي أكتب 2000 واكتب مثلا بتاج الباراجراف 1800 واجي هنا اعمل ريفرش، طبعا ظهر لنا الفرق. في عنصر تاني اسمه insert، الانسيرت دوت يعني معناه ان في نص اضاف. نيجي نكتب مثلا باراجراف، نكتب مثلا لورين 20، انا في مثلا عايز كلمه اضيفها هنا في الجزئيه دي، فهنكتب تاج الانسيرت، نكتب اي ان اس، دوس انتر وتكتب مثلا ليجو، تيجي تعمل ريفرش، اندرلاين تحت الكلمه مضافه. طيب في تاج تاني بيعمل نفس التأثير بس برضو للشكل فقط. هنمسح كده تاج الانسيرت، نعمل ريفرش، الكلمة اختفت. طيب لو جينا ضفناها تاني، هنكتب حرف اليو، ندوس انتر ونكتب ليجو. تعالى كده نعمل ريفرش، كلمة اتضافت بنفس الاندرلاين او الخط السفلي. اليو للشكل فقط، الانسيرت ليها معنى دلالي ان النص مضاف. في عناصر تانية بتستخدم في المعادلات الرياضية، زي مثلا الاس او المعادلات الكيميائية، زي مثلا ال H2 او ال O2، حاجات زي كده. اول تاج هو تاج السب، اختصار للسبسكريبت، ده بيستخدم في المعاملات الرياضيه زي الاسس. هنكتب مثال، نيجي عند البي ونكتب 2، وجوه تاج السب هنكتب مثلا 3. هنيجي بعد التاج السب هنكتب ايكوال 8. هنيجي هنا كده نعمل ريفرش، 2 اس 3 بتساوي 8. في تاج برضو استخدم في المعاملات الكيميائيه اسمه السوب، اختصار برضو للسوبسكريبت، ده بيستخدم في المعادلات الكيميائيه. مثلا لو هنكتب اتش جوه تاج السب هنكتب 2، بعد التاج نكتب مثلا او. فتيجي هنا نعمل ريفرش، النتيجه تظهر لنا H2O، بتبقى نازله كده شويه عن باقي السطر. كده احنا اتعلمنا اهم عناصر التكست فورماتنج في ال HTML تخلينا نتحكم في شكل النصوص داخل الصفحه. لحد دلوقتي في السلسلة اتعلمنا أساسيات ال HTML، وبدأنا نبني صفحة الويب خطوة بخطوة. كتبنا الهيكل الأساسي للصفحة، وتعلمنا العناوين من H1 ل H6، كمان عنصر الباراجراف، وبعدها عرفنا ازاي بننسق النصوص عن طريق التكست فورماتنج. لكن لو بصيت لأي موقع على الإنترنت هتلاحظ حاجات مهمة، الموقع مش بيبقى عبارة عن نصوص بس، بيبقى فيه صور، فيه فيديوهات، وفيه صوت، وده اللي بنسميه في تطوير الويب الميديا. في الفيديو ده هنتعلم أهم الميديا تاج في ال HTML وازاي بنستخدمها عشان نضيف صور او فيديوهات داخل صفحة الويب. نفتح البروجكت بتاعنا. اول تاج هو تاج ايمج، تاج الايمج مسؤول عن اضافة الصور داخل الموقع. بنكتب img ونضغط انتر. طبعا تاج الايمج سنجل تاج، بمعنى ملهوش نهاية، زي مثلا ال HTML عندك HTML دي البداية بتاعتها ودي النهاية. تاج الايمج سنجل تاج يعني ملوش نهايه. طيب ظهر عندنا اتنين اتريبيوت داخل التاج. السي ار سي هو اختصار لكلمه سورس، معناها مصدر، هنا بنضيف مسار الصوره على الجهاز عندنا. طيب الالت هي اختصار لكلمه alternative text alternative text معناها نص بديل. في الفولدر اللي احنا شغالين عليه نضيف صورة هنسميها مثلا 1 2 3، ونفتح فيجوال ستوديو كود، هنكتب السورس المسار بتاعها. طيب هي هنا موجودة فين عندنا؟ موجودة جنب الملفين، فبنكتب 1 2 3 دوت جي بي جي، ظهرت لك تلقائي طالما هي جنب الملف. نضغط انتر، نفتح المتصفح، هتلاقي ظهرت الصوره. في اتريبيوت تاني اسمه ويدث بيحدد عرض الصوره، وفي اتريبيوت تاني اسمه الهايت بيحدد ارتفاع الصوره. طبعا هما مش مطلوبين منك هنا في ال HTML، ولكن هنشتغل بيهم اكتر في ال CSS. تعالى كده نشوف المتصفح ونعمل ريفرش. كده هي الصوره خدت طول وعرض 500. هنفتح فيجوال ستوديو كود
لو كتبنا مثلا في العرض 300 وفي الطول 300 يجي نعمل ريفرش، الصورة صغرت معانا بقى ليها طول وعرض. طيب اتريبيوت الالت وظيفته ايه؟ وظيفته ان لو الصورة ما ظهرتش لاي سبب الديسكريبشن اللي فيها اللي انت كتبته في الالت يظهر مكان الصورة. يعني مثلا هنكتب هنا اي حاجة ونيجي مثلا نمسح السورس بتاع الصورة ونعمل ريفرش، الصورة ما ظهرتش، بيظهر مكانها الالت او الديسكريبشن اللي انت ضفته، وديت مهمة جدا في محركات البحث. طيب بعد كده عندنا تاج الفيديو طبعا من اسمه بيضيف فيديو في الموقع، بنكتب فيديو برضو نفس المعنى لاتريبيوت السي ار سي اللي هو السورس او مكان الصورة. نضيف فيديو مثلا الفيديو ده ونغير اسمه، خليه مثلا نكتب فيديو. طيب لو كان الفيديو دوت جوه فولدر ونضيف الفيديو ده جوه برضو نفس الطريقة، نيجي هنا نكتب اسم الفولدر ايا كان بقى اسم الفولدر ايه، نكتب ان ظهر لنا اسم الفولدر، نضغط انتر هيظهر لك الفيديو الموجود جواه، وبكده انت ضفت الفيديو جوه الموقع. طبعا هنستخدم نفس الاتريبيوت اللي هو الويدث والهايت، هنديله مثلا 150. نيجي نعمل ريفرش ظهر لنا الفيديو، بس مفيش اي كنترول علشان اشغل الفيديو ده، فلازما بنيجي عند الفيديو جنب الفيديو كده نكتب كنترول، نيجي نعمل ريفرش هتلاقي ازرار الكنترول ظهرت معاك زي زر تشغيل وايقاف الفيديو والشريط تبع الفيديو الميوت والبلاي باك سبيد. فتعالى كده نشغل الفيديو. بعد كده ازاي نضيف صوت جوه الموقع بتاعنا؟ عن طريق تاج الاوديو، هنكتب اوديو وهنكتب المسار تبع الملف بتاعنا. احنا عندنا هنا الملف فين؟ جنب الملف تبع ال HTML اسمه كاميرا فلاش، فتعالى كده نكتب حرف السي، ظهر معانا الملف، نيجي نعمل ريفرش طبعا ما ظهرش معانا اي حاجه غير لما نكتب كنترول، نيجي نعمل ريفرش هتلاقي الشريط تبع تشغيل الصوت ظهر، فتيجي تدوس تشغيل والبلاي باك سبيد اللي هو التحكم في السرعه والميوت. عندنا اتريبيوت تاني اسمه ميوت، لما بتيجي تضيفه تيجي نعمل ريفرش اول ما المستخدم يفتح الموقع بتاعك الملف بتاع الصوت بيبقى معمول له ميوت تلقائي، ده بسبب عدم الازعاج لما اول ما المستخدم يخش الموقع. وبس كده، دي كانت الميديا تاج الموجوده في ال HTML، وبكده نكون عرفنا كل الميديا تاج في ال HTML زي الصور والصوت والفيديو وازاي نضيفهم جوه الموقع بتاعنا. دلوقتي دورك انك تطبق بايدك، تقدر تدخل على الموقع بتاعنا موقع الملخصات كودكس، رابط الموقع هتلاقيه في الديسكريبشن. فيديو جديد، تاجز جديدة مهمة جدا في أي موقع، القوائم واللينكات سواء منيو في موقع أو قائمة منتجات أو حتى روابط بتنقلك بين صفحات أو بتوديك لصفحات تانية، وده اللي هنتعلمه النهاردة. خلينا نبدأ. في ال HTML عندنا نوعين أساسيين من القوائم. أول نوع وهو unordered list، بيكون شكلها عبارة عن نقط بنكتبها باستخدام تاج ال UL، اختصار لكلمة unordered list. نكتب UL جوه تاج ال UL عنصر مهم جدا لإنشاء القوائم اسمه list item، اختصاره LI. جوه تاج ال LI بتكتب العناصر او القائمه بتاعتك. مثلا هنكتب، خلينا كده نسخن، نكتب HTML CSS جافا سكريبت. تعالى كده نشوف النتيجه، ظهرت لك بالشكل ده، بيبقى جواها نقط جنب العناصر. نقفل كده الصفحه دي كده اول نوع اساسي من القوائم. عندنا نوع تاني اسمه order list، اختصاره OL، نكتب برضو جواه الليست ايتم LI. تعالى كده نعمل ريفرش، واضح الفرق ما بينهم. اول حاجه الان اوردر ليست بتبقى عباره عن نقط، الاوردر ليست بتبقى عباره عن ارقام. دلوقتي ممكن تسال سؤال، استخدم انهي واحده فيهم؟ ببساطه لو ترتيب مش مهم ممكن تستخدم الان اوردر ليست او اليو ال، لو الترتيب مهم بتستخدم الاوردر ليست اللي هي الاو ال. في نوع ثالث اسمه ديسكريبشن ليست، اختصاره دي ال. القائمة دي بتستخدمها لما يكون عندك مصطلح وعاوز تشرحه، لما يكون في مثلا عنوان ووصف. الدي تي اختصار ل description title، والوصف تكتب دي دي. على كده نجرب. انا مثلا عندي العنوان اسمه HTML، الديسكريبشن تبعه Hypertext Markup Language. طيب عندنا عنوان تاني اللي هو ال DT اسمه ال CSS، اختصاره Cascading Style Sheet. وعندنا عنوان تالت اسمه الجافا سكريبت، وعندنا الديسكريبشن بتاعه A Programming Language for Web Development. تعالى كده نشوف النتيجة، نعمل ريفرش، ظهرت لنا بالشكل ده العنوان وده الديسكريبشن تبعها، العنوان التاني والديسكريبشن تبعها، وده العنوان التالت والديسكريبشن تبعها. تمام، خلينا ندخل على جزء مهم وهو اللينكات. اي تنقل في المواقع بيتم باستخدام اللينك. في ال HTML عندنا عنصر اسمه ال A، هي اختصار لكلمة anchor.
بيتكتب بالشكل ده. ظهر عندنا اتريبيوت الhref دوت الاختصار لكلمه هايبر تكست ريفرنس، وهو اللي من خلاله بنضيف اللينك اللي هيوصلنا لصفحه تانية. نكتب مثلا موقع جوجل، هنكتب https google.com، وبين التاج بتكتب النص اللي هيظهر للمستخدم اللي من خلاله اول ما يضغط على النص بيروح للصفحه اللي انت حاطط الرابط تبعها. نيجي نعمل ريفرش هيظهر لنا النص بالشكل ده، فلما نضغط على الكلمه بيودينا لموقع جوجل. مثلا لو عاوز اللينك يفتح في تاب تانية غير نفس الصفحة، عندنا اتريبيوت اسمه تارجت، ونكتب بلانك ونيجي نعمل ريفرش. لما المستخدم يضغط على الرابط بتوديه في صفحة تانية مش في نفس الصفحة ديت. من اشهر استخدامات اللينك تنقل بين الصفحات وفتح مواقع خارجية وربط اجزاء داخل الصفحة. وبكده نكون اتعلمنا انواع القوائم في ال HTML زي ال unorder list وال order list وال description list. كمان اتعلمنا تاج مهم جدا وهو تاج الانكر. دلوقتي دورك انك تجرب تعمل قائمة عادية وقائمة مرقمة، ولو معاك موبايل تقدر تدخل على الموقع بتاعنا وتطبق من هنا، هسيبهولك في الديسكريبشن. عمرك سألت نفسك ازاي فيسبوك بيعرف اليوزر نيم والباسورد لما تسجل دخول؟ او ازاي مواقع الكورة بتعرض ترتيب الدوري في جداول منظمة؟ السر كله في درس النهاردة، التيبل والفورم. لو فهمت الاتنين دول انت حرفيا قطعت نص المشوار في تصميم اي موقع حقيقي. يلا بينا نبدأ. النهارده هنتعلم ازاي نخلي المستخدم يتفاعل مع الموقع، يعني يكتب بيانات، يعمل تسجيل دخول، يرفع ملف، ودي بيتم عن طريق الفورم. وكمان نتعلم التيبل اللي بنستخدمها عشان نعرض بيانات بشكل منظم زي الجداول. اول حاجه التيبل بنستخدمه لما يكون عندنا بيانات كتير وعايزين ننظمها في صفوف واعمده. التيبل بيتكون من 4 تاجات اساسيه لازم تحفظهم. اول حاجه تاج التيبل اللي هو اساس الجدول، بيبقى جواه 3 تاجات مهمين جدا في انشاء اي جدول. اول تاج وهو التي ار، اختصار للتيبل رو، معناه صف بالعرض. طيب عندنا تاج تاني اسمه التي اتش، اختصار لكلمه تيبل هيدر، وده التاج اللي بنكتب فيه العنوان. وعندنا تاج تالت اسمه تي دي، بنكتب فيه البيانات بتاعتنا. دول الاربعه تاج اللي بتكون منهم اي جدول. طيب تعالى كده نعمل مثال. الجدول عندنا بيتكون من صفوف واعمده، جوه الصفوف واعمده ديت في عنوان رئيسي والبيانات بتاعتنا. طيب احنا عشان نعمل صفوف عن طريق التيبل رو تي ار كده احنا عملنا صف، نعمل صف تاني علشان البيانات بتاعتنا. نيجي في الصف الاولاني نكتب العنوان بتاعنا. عشان نكتب العنوان بنكتبه في تاج التي اتش اللي هو اختصار للتيبل هيدر. هنخليه مثلا عندنا 2 عنوان ونكتب الاسم وهنا مثلا العمر. تمام، دي كده احنا عملنا اول صف بالعنوان. طيب تاني صف نكتب فيه البيانات بتاعتنا. احنا بنكتب البيانات في تاج التي دي اللي هو اختصار للتيبل داتا. هنكتب مثلا محمد، ننسخ التي دي ونكتب 20. فتعالى كده نشوف النتيجة، نعمل ريفرش. ظهر لنا بالشكل ده الاسم وتحتيه محمد، العمر وتحتيه 20. طيب هل كده ده شكل جدول؟ انا شايف اسم بس من غير خطوط ولا اعمده ولا صفوف. ده بيتم عن طريق اتريبيوت اسمه بوردر. نكتب بين الدبل كود 1 ونيجي نعمل ريفرش. ظهر لنا الحدود تبع الجدول. بس اتريبيوت البوردر مش بنستخدم في ال HTML، احنا بنستخدم اي تنسيق زي البوردر او اي شكل او ديزاين عن طريق ال CSS. في ال HTML مش بنستخدم اتريبيوت البوردر، بنستخدمه عن طريق ال CSS. واحنا دلوقتي بنتعلم HTML الهيكل فقط، فاحنا ضفنا اتريبيوت البوردر للشرح وتوصيل الفكرة فقط. طيب لو انا مثلا عايز اكتر من داتا بكرر نفس الاعمدة دي واجي اكرر الصف التاني. تعالى كده نعمل فريش، اتكرر معانا. طبعا دوت بيبقى على حسب البيانات اللي انت هتضيفها في الجدول. طيب تاني حاجة عندنا الفورم. الفورم بنستخدمها لما نعوز ناخد من المستخدم بيانات زي تسجيل الدخول او انشاء حساب. فعندنا تاج الفورم هو اللي بنستخدم علشان ناخد من المستخدم بيانات. في 2 اتريبيوت مهمين جدا جوه تاج الفورم. المعلومات ديت ادفانسد شويه عليك، متقدمه شويه، بس انت عليك تعرفهم دلوقتي كمعلومه عشان لما نيجي نشرحهم بعدين بالتفصيل تبقى فاهمهم. عندنا اتريبيوت اسمه اكشن وعندنا اتريبيوت تاني اسمه ميثود. طب ايه هو اتريبيوت الاكشن وايه هو اتريبيوت الميثود؟ الاثنين بيسالوا سؤال مهمين جدا وانت لازم تجاوب عليهم. اتريبيوت الاكشن بيسالك البيانات دي هتروح فين لما تضغط على زرار ارسال البيانات اللي هو زرار السبمت، تعرفه كمان شويه عن طريق تاج الانبوت. فالمهم البيانات ديت هتروح فين لما المستخدم يضغط على زرار ارسال، هتروح لاني صفحه او ملف في الباك اند. اتريبيوت الميثود بيسالك سؤال البيانات ديت هتروح ازاي. وعندنا نوعين، الجيت والبوست. الجيت بيستخدم في البحث وبيظهر في اللينك فوق، البوست بيستخدم في الباسورد والبيانات الحساسه اللي مش بتظهر في الرابط فوق هنا. مثلا في الاكشن بنكتب login.php
وفي الميثود مثلا بنكتب بوست بيانات حساسة زي مثلا اليوزر نيم والباسورد. لما المستخدم بيجي يضيف بيانات ويدوس ارسال، البيانات بتروح لصفحة اللوج ان دوت بي اتش بي ومن نوع بوست اللي هي بيانات حساسة. تاني حاجة عندنا تاج انبوت، هو المكان اللي المستخدم بيكتب فيه البيانات، والانبوت ليه انواع كتير وكل نوع بيتحدد عن طريق اتريبيوت اسمه تايب. تعالى كده نكتب انبوت. عندنا 3 اتريبيوت في تاج الانبوت. تايب بيحدد نوع الانبوت، انت عايز تاخد ايه من المستخدم، تكست، نمبر، ولا باسورد، ولا ايميل. فعن طريق التايب بنحدد نوع الانبوت. النيم والاي دي بنستخدمهم في حاجه تانية هتعرفهم كمان شويه. فخلينا دلوقتي في نوع الانبوت. اول نوع وهو التكست، لما بتعوز تاخد نص من المستخدم زي اسمه او اي تكست عامه. عندنا تايب تاني اسمه باسورد، لما بتعوز تاخد كلمات مرور من المستخدم فبتتحول لنجوم او نقط، فلما بتكتبها تظهر لنا بالشكل ده. في تايب تالت اسمه ايميل، بتعوز تاخد ايميل من المستخدم. لما بتيجي تكتب اي ايميل وتضغط انتر يقول لك الاتي ياهو فين تبع الجيميل، فانت لازم تكتب له جيميل حقيقي وتيجي تضغط انتر البيانات بتتبعت. عندنا تايب تاني اسمه نمبر، التايب دوت بياخد رقم بس من المستخدم، يعني لو قعدت اضغط على اي تكست مش هيظهر غير الارقام بس. تمام. في انواع تايب كتير جدا، وفي عندنا نوعين تاني اللي هما بيستخدموا النيم والاي دي. عندنا النوع دوت اسمه راديو، فلما تعوز تخير المستخدم مثلا بين حاجتين عن طريق راديو، هنا بقى بنستخدم النيم اللي ذكرناها في الاول. بنكتب نيم، النص اللي انت تكتبه هنا لازم تكتبه في الاختيار تاني علشان المستخدم يختار منهم. هنكتب كمثال الجندر اللي هو النوع، ناخده نسخ ونضيفه في اول راديو ونكتب ذكر انثى ونيجي نعمل ريفرش بيظهر لك بالشكل ده، بيخليك تختار واحده من الاختيارين. طيب لو انا مثلا شلت الجندر من هنا، تعالى كده نجرب، ممكن تختار الاتنين عادي، علشان كده لازم تكتب النيم بنص واحد. عندنا تايب تاني اسمه شيك بوكس، المستخدم يعوز يعلم على اكتر من خيار. طيب شيك بوكس ونكرره مثلا 3 مرات، نكتب هنا مثلا HTML CSS JS اللي هي اختصار لكلمه جافا سكريبت. نيجي نعمل ريفرش، هنمسح دي كده، فبيظهر لك اكتر من اختيار. انا مثلا عايز اعلم على ال HTML وال CSS. عندنا زرار مهم جدا وهو submit، لما المستخدم يعوز يبعت بيانات تسجيل الدخول. مثلا نيجي نعمل input text، لما المستخدم يكتب اي بيانات ويعوز يبعتها عن طريق زرار السبميت. لاحظ كده لما اجي اكتب اي داتا وادوس سبميت البيانات بتتبعت. في تاج تاني مهم اسمه ليبل، بنستخدمه عشان لما المستخدم يضغط على الاسم يفتح له مكان الكتابة، وبنربط الليبل عن طريق الفور في الليبل والاي دي في الانبوت. على كده نعمل مثال، هنكتب يوزر نيم ونجيب مثلا الانبوت هنا هنخليه تكست والاي دي تبعه يوزر، وفي الفور هنكتب نفس اللي احنا كتبناه في الاي دي هنا يوزر. تعالى كده نعمل ريفرش، ظهر لنا بالشكل ده. انا هنا لما باجي اضغط على كلمه يوزر بيفتح لي المكان اللي هكتب فيه اليوزر نيم، فلاحظ كده اول ما بضغط على اليوزر نيم بيفتح لي المكان اللي هكتب فيه اليوزر نيم. لاحظ كده معايا. عندنا اتريبيوت تاني اسمه بليس هولدر، ده بيخليك تكتب كلام جوه الانبوت نفسها كدلاله للمستخدم، بس المستخدم مش بيقدر يمسحه، اسمه بليس هولدر. نكتب هنا مثلا اسم المستخدم، نيجي نعمل ريفرش بيظهر بالشكل ده، بس لما المستخدم بيكتب بيختفي. بعد ما اتعلمنا ازاي ناخد بيانات نصية من المستخدم بالانبوت، اوقات بنحتاج نحدد للمستخدم اختيارات جاهزة يختار منها بدل ما يكتب بنفسه عشان نمنع الاخطاء ونوفر عليه الوقت. وهنا بيجي دور السلكت. تعالى كده نمسح الفورم. تاج السلكت بيحتاج نحدد للمستخدم عدة اختيارات جاهزة يختار منها. تعالى كده نكتب سلكت، هتلاقي عندنا 2 اتريبيوت هنمسحهم دلوقتي. اول ما نكتب تاج السلكت بيظهر عندنا دروب داون ليست او قائمه مندلسه بس فاضيه، وهي ديت وظيفه السلكت ان هو بيخلينا نحدد الاختيارات. طب علشان نضيف اختيارات جوه الدروب داون ديت بنعمل ايه؟ بنحددها عن طريق تاج الاوبشن. تاج جوه تاج السلكت اسمه اوبشن. نكتب مثلا اسماء دول، ننسخ الاول ونكتب مثلا مصر، هتلاقي اتضافت تلقائيا جوه تاج السلكت. فمثلا نكتب السعوديه وبعدها الامارات. وطبعا زي ما اتعلمنا قبل كده الافضل دايما ان احنا نربط القايمه بتاج ليبل عشان نوضح للمستخدم هو هيختار ايه بالظبط، وده بنعمله عن طريق عشان نوضح للمستخدم هو هيختار ايه بالظبط. فتيجي كده فوق، فتعالى كده قبليها ونكتب ليبل ونربطها عن طريق اتريبيوت الاي دي. تعالى كده نكتب مثلا country وناخدها كوبي ونضيفها في السيلكت، ونيجي نكتب مثلا هنا اختار
الدولة هتلاقيها ظهرت جنبيها مباشرة. فلما المستخدم يجي ويختار الدولة هتظهر له القائمة بالاختيارات المتوفرة. طيب ايه وظيفة الفاليو؟ الفاليو وظيفتها انها تبعت الاختيار للمستخدم اختاره للسيرفر. السيرفر ازاي هيعرف ان مثلا المستخدم اختار دولة مصر او السعودية او الامارات؟ عن طريق ان انت بتضيف رمز خاص بالدولة ديت او حاجة تعبر عن الدولة اللي اختارها المستخدم، زي مثلا كود الدولة اللي هو الرقم اللي هو مثلا +20، او عن طريق رمز الدولة اللي هو EG. فبتحدد كود او رمز او كلمة مرتبطة بالاختيار اللي هيختاره المستخدم. يعني هنا المستخدم هيروح يختار مصر بس القيمة اللي هتوصل للسيرفر هي EG وبس كده. النهاردة اتعلمنا التيبل والفورم والانبوت وانواع التايب وتاج الليبل. يعني تقدر دلوقتي تعمل جدول بيانات منظم وفورم تسجيل دخول بنفسك. لو فاكر انك عشان تعمل input في ال HTML بتكتب التايب والنيم بس، يبقى لازم تشوف الفيديو ده. في 4 اتريبيوت هما اللي بيتحكموا بالفورم اللي انت كاتبه. اول اتريبيوت وهو required، معناها ممنوع تسيب الخانة ديت فاضية. لو المستخدم حاول يدوس submit هتطلع رسالة تقول له املى الحقل دوت الاول. الاتريبيوت التاني وهو الفاليو معناه لو عاوز الخانة يكون مكتوب فيها كلام جاهز من اول ما الصفحة تفتح. مثلا هنكتب ليجو، بيتكتب فيها تلقائيا كلمة ليجو، حتى لو عملت ريفرش برضو بتبقى مكتوب فيها تلقائي والمستخدم يقدر يعدل عليها عادي. تالت اتريبيوت وهو الريد اونلي، تخيلها زي بطاقة الهوية، البيانات مكتوبة المستخدم يقدر يشوفها وينسخها بس ما يقدرش يعدل عليها، والاهم بياناته بتروح للداتابيس عادي. يعني مثلا لو هنكتب اتريبيوت الفاليو ونكتب اي حاجة ونيجي نعمل ريفرش، مثلا كتبنا اي حاجة جوه الانبوت مش هنقدر نعدل على الانبوت. بعد كده عندنا الماكس والميني، بيحددوا اكبر قيمة واقل قيمة المستخدم ممكن يوصل لها. في نوعين منها بتستخدم مع الارقام ومع الحروف او التكست. فلو جينا استخدمناها مع الارقام تكتب ماكس وتكتب مثلا اي رقم ونيجي نكتب في التايب نمبر، ولو جينا كتبنا في الانبوت اي رقم ودوسنا سبمت مش هيتبعت. طب لو جينا مثلا كتبنا 4 ارقام برضو مش هيتبعت. ليه؟ لاننا عندنا مشكلة في الماكس، لازم نكتب 4 بس علشان يتبعت للفور. طيب لو انا عايز مثلا اكتب رقم معين، يعني مثلا من 1 ل5، فهنيجي نكتب في الميني، نجيب الميني ونكتب مثلا 0 واقصى حاجة 5. فلو جينا مثلا كتبنا 1 2 3 4 5 دوسنا سبمت برضو مش هيتبعت. ليه؟ لان الارقام المسموحة من ال0 ل5، يعني مش هكتب 5 ارقام، لا مثلا اكتب 4 هيتبعت، اكتب 3 هيتباع، هكتب 1 هيتباع، غير كده ما ينفعش اكتب كذا رقم مع بعض. عندنا حاجة شبهها للتكست، نيجي نكتب في التايب تكست ونيجي هنا نكتب ماكس لينث، اكبر قيمة المستخدم يوصل لها 10 حروف. ولو جينا كتبنا اي تكست هتيجي عند ال10 حروف وهتثبت، يعني حتى لو قعدت اكتب مفيش اي حاجه. عندنا الميني اقل قيمه ممكن المستخدم يوصل لها، مثلا لو هكتب 10، لو جينا مثلا كتبنا 4 حروف ودوسنا سبمت مش هيتبات، هيقول لك please length this text to 10 character. فلو جينا نكتب ال10 حروف او ازيد ودوسنا سبمت هتتبعت عادي. اخر اتريبيوت وهو الديسيبل، دي بقى بتبقى خارج الخدمه، دي بقى بتقفل الخانه خالص، لونها بيبقى باهت شويه زي ما ظهر قدامك، المستخدم لا يقدر يعدل ولا ينسخ ولا يكتب، والمتصفح بيعتبرها مش موجوده فما بتبعتش بيانات اصلا. التفاصيل ديت هي اللي بتفرق بين مبرمج فاهم ومبرمج حافظ. ممكن تكون عامل موقع جامد جدا بس محدش بيشوفه في جوجل او يفتح على الموبايل من غير تنسيق. المشكلة غالبا مش في الكود، المشكلة في حاجة اسمها الميتا تاج. احنا اتعلمنا ال HTML وبدأنا نبني صفحات كويسة، بس لحد دلوقتي كنا بنبني الشكل اللي المستخدم بيشوفه. النهاردة هنتكلم عن حاجة المستخدم مش بيشوفها، لكن هي اللي بتتحكم في ظهور موقعك في جوجل، شكله على الموبايل، معلومات الموقع، وهي الميتا تاج. يعني ايه ميتا تاج؟ ببساطة الميتا تاج هي معلومات عن الموقع بتتكتب جوه تاج الهيد، والمستخدم العادي مش بيقدر يشوفها، لكن جوجل المتصفحات او اي سيرش انجن بيشوفها. مكانها جوه تاج الهيد بتكتب ميتا. طيب دلوقتي هنكتب اهم الميتا تاج اللي بتستخدم في اي موقع. اول حاجه بنكتب جوه تاج الميتا الاتريبيوت او الخاصيه اللي احنا هنستخدمها، الشارست هي مسؤوله عن دعم اللغات، يعني بتدعم اللغه العربيه، بتدعم لغات كتيره جدا، لان في ترميزات قديمه مش بتدعم اللغه العربيه، فلو مش موجود العربي ممكن يبوظ والنصوص تتشوه، ودي لازم تكون اول ميتا تاج.
طيب عندنا ميتا تاج تاني مسؤولة عن الريسبونسيف على الموبايل، بتخلي الموقع بتاعك متجاوب. جوه تاج الميتا بنكتب 2 اتريبيوت. اول اتريبيوت اسمه النيم. اتريبيوت النيم بيستخدم لتحديد اسم الخاصية. وعندنا اتريبيوت تاني اسمه كونتنت، من اسمه بنضيف المحتوى تبع الخاصية. الفيو بورد هي المسؤولة عن الريسبونسيف تبع الموقع بتاعك على الموبايل، فبنكتب فيو بورد. في الكونتنت عندك بتكتب المحتوى تبع الخاصية اللي انت ضفتها، الفيو بورد. فالمحتوى تبع الخاصية هو الريسبونسيف. بس هنا المعلومات ديت ادفانسد شوية، هتفهمها بعدين بالتفصيل. فبنكتب width device width initial scale, طيب دي معناها ايه؟ width equal device minus width. دي معناه اعرض الصفحة بشكل يناسب حجم الشاشة. initial scale equal 1.0 يعني اعرض الصفحة بحجمها الاصلي بدون ما تكبر او تصغر حجم الصفحة. بعد كده عندنا الميتا تاج description name، نكتب description. الكونتنت في الميتا تاج ديسكريبشن بتكتب الوصف تبع الموقع بتاعك، يعني الموقع بتاعك بيقدم ايه. ده الوصف اللي بيظهر في جوجل تحت اسم الموقع اللي هو الجزء ده. فالوصف دوت مهم جدا. فمثلا نكتب a sample html page. عندنا ميتا تاج تاني اسمها الكيورد نيم كيورد. الكونتنت تبعها الكلمات المفتاحية اللي بتقول لجوجل موقعك بيتكلم عن ايه. يعني مثلا انا موقعي بيتكلم عن ال HTML CSS الجافا سكريبت الجي اس ومثلا السي بلس بلس. فبتكتب الكلمات المفتاحية، كلمات المتوقعة اللي الناس تبقى في البحث. بعد كده عندنا ميتا تاج تاني اذر، من اسمه مؤلف، المؤلف تبع الموقع. فمثلا نيجي نكتب هنا ليجو كودكس، او تكتب مثلا اسمك ابراهيم هشام. طيب عندنا اهم جزء في الميتا اللي هو تبع السوشيال ميديا. الميتا تاج ديت مهمه جدا لانها بتتحكم في الشير لينك تبع الموقع بتاعك على السوشيال ميديا، يعني تتحكم في العنوان والوصف والصوره، ودي اسمها الاوبن جراف. فبنكتب ميتا. جوه الميتا بنكتب بروبرتي بالشكل ده كده. تعالى كده نشرح واحدة واحدة. لما بتيجي تستخدم بروبرتي بتكتب او جي، تستخدم النقطتين دول، بتكتب بعديها الجزء اللي انت عاوز ترجط في اللينك. يعني احنا كاتبين تايتل، وجوه اتريبيوت الكونتنت بتحدد العنوان تبع الموقع بتاعك. ممكن يتغير ونكتب مثلا ديسكريبشن، الديسكريبشن تبع الموقع بتاعك، او مثلا الايمجز، الصورة اللي بتظهر مع الرابط. وعندك التايب، النوع اللي هو نوع الصفحة، مثلا مقالي، فيديو، اعلان. واهم حاجة ان انت تستخدم الجزء دوت من الميتا تاج يكون مختصر وواضح، علشان لما المستخدم يجي يقرأه ما يملش ويفهم الصفحة بتاعتك بتتكلم عن ايه بشكل مختصر. فتعالى كده ننسى، مثلا نكتب هنا description ونكتب هنا images ونكتب هنا التايتل. فدي كده الشكل اللي هتلاقيه في اي موقع احترافي. كده انت فهمت ايه هي الميتا تاج واهميتها، وازاي تخلي موقعك يظهر صح على جوجل ويشتغل مظبوط على الموبايل عن طريق الفيو بورد. الفرق بين المبرمج الجونيور والمبرمج السينيور هو النظام. النهارده خليك تبني هيكل موقعك صح، عشان لما تدخل على السي اس اس والجافا سكريبت تكون الدنيا معاك سهله ومرتبه. في البداية لازم تعرف ان ال HTML زمان كانت عبارة عن صناديق، والصندوق ده اسمه div. div هي اختصار لكلمة division، يعني قسم او شعبة. تخيل الديف دي عبارة عن كرتونة فاضية وظيفتها تلم شوية عناصر مع بعض عشان تقدر تتحكم فيهم ككتلة واحدة. بعد كده في تحديثات ال HTML نظموا الاكواد اكتر بحاجة اسمها السيمانتك element. الديف لوحدها لحد دلوقتي بنستخدمها، لكن مع السيمانتك element تخيل الديف دي كمخزن كله كراتين شبه بعض ومش مكتوب عليه اي اسم. هتتعب عقبال ما تلاقي اللي انت عايزه. ده بالظبط اللي حصل في ال HTML، وعشان كده ظهرت السيمانتك element. دي عناصر ليها اسم بيوصف محتواها، مش مجرد صندوق وخلاص زي الديف. بدل ما تكتب ديف لكل حاجه بقى عندنا اسماء واضحه وصريحه بتوصف محتواها. اول حاجه عندنا الهيدر، نكتب هيدر. تاج الهيدر هو رأس الصفحه، بنضيف فيه العنوان، اللوجو. بعد كده عندنا حاجة اسمها الناف. الناف هي روابط التنقل بين الصفحة. يعني مثلا لو عندك أكتر من صفحة وبتنقل ما بينهم عن طريق تاج الأنكر، بتستخدمه في تاج الناف. بعد كده عندنا حاجة اسمها السيشن. السيشن دي جزء من الصفحة، لو الصفحة فيها كذا موضوع كل موضوع بياخد تاج السيشن. بعد كده عندنا حاجة تانية اسمها المين. ده الجزء المهم اللي فيه الصفحة، المحتوى الأساسي اللي بيتكلم عنه الموقع بتاعك. ولو الموقع فيه كذا موضوع بتقسمهم عن طريق السيشن. طيب اخر حاجة عندنا الفوتر. الفوتر هي
اخر جزء في الموقع اللي بيحتوي على حقوق النشر ورابط سريع زي السوشيال ميديا. طيب ليه عملوا كل الصداع دوت؟ ان هنكتب كل حاجه جوه الديف وخلاص؟ بص، هو مش صداع، دي اكواد عمليه بتشرح موقعك اكتر من انه يكون كله عباره عن ديف ملوش معنى. يعني جوجل بيفهم موقعك اسرع وبيطلع موقعك في نتائج البحث الاول اللي هو المسؤول عنه السي اي او. الكود بتاعك بيبقى مريح للعين واسهل في التعديل لو في اكتر من شخص بيشتغل على الموقع. طيب دلوقتي احنا رتبنا كل الاكواد ونظمناها كويس وفهمنا كل حاجه بتعمل ايه. محتاجين ننادي على العناصر دي بقى عشان لو هنستخدمها في التنسيق ان احنا نديها الوان او حركه في السي اس اس او عن طريق الجافا سكريبت. هنا بيظهر حاجه اسمها الكلاسز والاي دي. خلونا نروح للنقطة الرابعة، الكلاس والاي دي. رتبنا الأكواد ممتاز، بس احنا محتاجين طريقة ننادي بيها على العناصر دي بالاسم عشان نديها تصميمها الخاص في مرحلة السي اس اس. المعرفات دي نوعين، الأول هو الكلاس، وده نقدر نعتبره زي اليونيفورم بتاع المدرسة، ينفع كذا حد يلبسه، يعني ممكن يتكرر عادي. التاني بقى هو الاي دي، وده عامل زي بصمة الصباع أو الرقم القومي، حاجة كده فريدة جدا ومستحيل تتكرر في الصفحة غير مرة واحدة بس. عشان نقرب الصورة أكتر، لو عندنا كذا زرار في الموقع وعايزين نخلي لونهم أحمر، ببساطة هنديهم كلهم كلاس واحد اسمه مثلا Red Dash Button، وبضغطة واحدة كلهم هيتلونوا لأنهم لابسين نفس اليونيفورم. لكن الاي دي ده بنعينه العنصر مميز مش هيتكرر تاني، زي اللوجو الأساسي للموقع مثلا، ده بيدينا دقة تصويب ملهاش مثيل. طيب بنكتب الكلاس والاي دي دوت ازاي؟ لو مثلا عندنا هيدر، بنيجي جوه تاج الهيدر هنا ونعمل سبيس ونكتب كلاسز. جوه الدبل كود بنكتب الاسم اللي احنا عاوزين ننادي عليه. يعني مثلا لو هنكتب هيد كده، احنا الهيد دوت بقى اسم نقدر ننادي بيه على الهيدر. هنعمل مثال بس مش عايزك تركز خالص، دوت خاص بالسي اس اس. لما ندخل على كورس السي اس اس هنكتب ستايل ونيجي ننادي عليه عن طريق الدوت، نكتب هيد، نفتح كيرلي براكت ونيجي مثلا نكتب color ونديله لون. طيب احنا كده ما حصلش عندنا حاجه، بس لو جينا في الهيد هنا مثلا عملنا H1 خدنا جواه اي كلام هيظهر باللون الاحمر. تعالى نعمل ريفرش، ظهر عندنا باللون الاحمر. فعن طريق الكلاسز بنقدر ننادي على العنصر. طيب والاي دي بنستخدمه برضو عن طريق نكتب اي دي، بيظهر برضو عندنا الدبل كود اللي بنكتب جواها بمثابه الرقم القومي للهيدر. يعني مثلا لو هنكتب حرف البي او حرف البي دوت ينتمي للهيدر. يعني لو جينا هنا في الستايل بس بدل ما نكتب دوت بنكتب هاش ونيجي ننادي نفس العنصر البي ونيجي مثلا نغير اللون للون الاخضر ونيجي نعمل ريلود، هتلاقي نفس العنصر اتغير معانا. فعن طريق الكلاسز والاي دي بنقدر نمسك ونتحكم في العنصر سواء عن طريق السي اس اس او الجافا سكريبت. لو وصلت لهنا فانت قطعت مشوار كبير انك تكون مبرمج بيعرف يبني اساس صح، مش مجرد واحد بيكتب اكواد وخلاص عشوائيه. لو فتحت اي موقع بروفيشنال دلوقتي هتلاقي فيديوهات يوتيوب جوه الصفحه او خرائط جوجل معروضه بشكل مباشر، وكتير من المحتوى مش موجود اصلا على الموقع نفسه. السؤال هنا ازاي المطورين بيقدروا يعرضوا محتوى من مواقع تانية داخل صفحتهم؟ وكمان ليه عنوان الصفحه بينزل سطر لوحده ولينكات او الصور بتفضل جنب بعض؟ في الدرس ده هنجاوب على كل الاسئله دي. في الدروس اللي فاتت ركزنا على ان احنا نبني الصفحه نفسها. النهارده هنتعلم حاجتين مهمين جدا: ازاي نعرض محتوى خارجي داخل الصفحه، وازاي نفهم الطريقه اللي بتتصرف بيها عناصر ال HTML جوه الصفحه. لان فهم النقطه دي هيسهل علينا ال CSS بشكل كبير جدا بعد كده. اول حاجه عندنا تاج اسمه iframe وهو اختصار لكلمه inline frame. الفكره ببساطه تخيل ان عندنا شباك جوه الموقع بتاعك، الشباك دوت تقدر تعرض عليه محتوى خارجي من مكان تاني. ده بالظبط اللي بيعمله الاي فريم. فتعالى كده نكتب اي فريم، هيظهر معانا 2 اتريبيوت مهمين جدا. اول حاجه السي ار سي وهو المسار او اللين تبع الاي فريم اللي انت هتضيفه. تاني اتريبيوت وهو الفريم بوردر، سمك البوردر اللي هيظهر فيه الاي فريم. هتفهم كل حاجه كمان شويه بحاجه اسمها. طيب دلوقتي لو دخلنا على اي فيديو يوتيوب وجيت عند الشير وجيت عملت تضمين هيظهر لك الاي فريم تبع الفيديو ده. انا علشان اعرض الفيديو دوت كاي فريم جوه الموقع بتاعي بنسخ الاي فريم زي ما هو بالظبط وباجي في الموقع بتاعي بعمل له بيست. طيب تعالى كده نشوف الموقع ظهر بنفس الطريقه اللي ظهر فيها في قناه اليوتيوب. طبعا عندنا الفريم بوردر اهو، فلو جينا ضفنا مثلا واحد نيجي نعمل ريفرش هيظهر الفريم بوردر في الفيديو بتاعنا، وطبعا السي ار سي اللينك بتاعنا. فاليوتيوب بيديك الاي فريم كامل تبع الفيديو بتاعك. اشهر استخدامات الاي فريم انك تضيف فيديوهات يوتيوب، خرائط جوجل، نماذج خارجيه. طيب عندنا تاج تاني اسمه الامبيد. الامبيد وظيفته الاساسيه انه يعرض ملفات مباشره داخل الصفحه بتاعتك. نكتب امبيد
نضغط انتر هنلاقي عندنا السورس والتايب. السورس زي ما عرفنا انه المسار تبع الملف اللي احنا عايزين نضيفه، والتايب نوع الملف ايه، مثلا PDF. وطبعا عندنا الاثنين اتريبيوت الويدث والهايت زي ما موجود في الاي فريم، بس طبعا الكلام ده كله بنظبطه عن طريق CSS، فانت عليك تعرفهم كمعلومه بس مش اكتر. العنصر ده بنستخدمه غالبا مع الملفات PDF او الملفات النصيه. كمثال جبنا ملف PDF اسمه session 1، هنيجي في السورس نكتب session، هتلاقي PDF ظهر معاك. اخر جزء وهو البلوك والانلاين. ايه هو الفرق بين الانلاين والبلوك؟ طيب دلوقتي وصلنا لمفهوم مهم جدا في ال HTML، الطريقه اللي بتتصرف بيها العناصر داخل الصفحه. البلوك element يعتبر نفسه عنصر مستقل، اول ما يظهر بيبدا ياخد سطر جديد ويحجز عرض السطر بالكامل لوحده. مثال لو كتبنا H1 وجينا كتبنا مثلا هيلو وجينا تحتيه بالظبط باراجراف كتبنا مثلا ويلكم، هنا هتلاحظ الفرق. اول ما كتبنا ال H1 هيلو جت بعديها على طول الويلكم. دي نتيجة كل عنصر هيظهر في سطر منفصل عن التاني. عندنا انواع البلوك زي الباراجراف وال H1 الديف السيشن، ودول شرحناهم في دروس قبل كده. عندنا بقى الانلاين اليمنت بياخد المساحة اللي بيحتاجها العنصر فقط. عندنا مثلا تاج اللينك، لو كتبنا جواه مثلا اي حاجة وجينا مثلا من بعده كتبنا تاج السترونج، كتبنا جواه اي حاجه هيظهر جنبه مباشره، مش هيظهر في سطر لوحده. طبعا عندنا امثله عن الانلاين، تاج الاي والسبان والسترونج والايمج، كل ده تعتبر عناصر انلاين. طيب كده النهارده اتعلمنا ازاي نضيف محتوى خارجي باستخدام الاي فريم والامبيد، وتعرفنا على الفرق ما بين العناصر بلوك والانلاين، وهو مفهوم مهم جدا في CSS. في شوية عناصر صغيرين ناس كتيرة بتعدي عليها بسرعة مع انها موجودة فعليا في مواقع حقيقية، زي مربع كتابة الرسائل، زرار تحميل الملفات، طريقة عرض الاكواد البرمجية، وحتى طريقة كتابة ملاحظات لنفسك جوه المشروع. طيب اولا التكست اريا، فاكر لما استخدمنا الانبوت كان ممتاز للاسم الايميل رقم الموبايل، لكن اول ما تطلب من المستخدم يكتب رسالة فجأة المكان هيبقى ضيق، ان مش هيبقى فيه اتساع ان المستخدم يكتب رسالة طويلة. وهنا بيجي دور التكست اريا. التكست اريا عبارة عن صندوق بيتسع على حجم الرسالة اللي هيكتبها المستخدم، سواء صفحات التواصل، التعليقات، الشكاوي واقتراحات، واي مكان محتاج كتابة رسالة طويلة. نكتب تكست اريا. هيظهر عندنا اتنين اتريبيوت، النيم والاي دي. النيم مش هتستخدمه حاليا بس هو مهم جدا قدام، لانك بتستخدمه في ارسال البيانات اللي بتيجي للتكست اريا للسيرفر. والاي دي ان انت بتدي للتكست اريا نص مميز عشان تقدر تتحكم فيه بالجافا سكريبت، او تديله تنسيق عن طريق السي اس اس، او حتى تربطه بتاج الليبل اللي احنا شرحناه في فيديو قبل كده. عندنا اتريبيوت تاني اسمه بليس هولدر، بيكتب رساله ارشاديه تظهر للمستخدم قبل ما يبدا يكتب. مثلا هنقول له اكتب رسالتك هنا، هتظهر له داخل التكست اريا، بس بمجرد ما اكتب في التكست اريا بتختفي فورا. طبعا عندك اوبشن ان انت توسع التكست اريا على حسب ما انت عاوز. وفي عندنا اتريبيوت تاني اسمه درو، من اسمه عدد السطور اللي هتبقى داخل المربع. يعني مثلا انا عايزهم 5 سطور، فتسع التكست اريا على حسب انت عاوز كام سطر. يعني مثلا لو انا قلت له 15 سطر فهتلاقي الارتفاع تبع التكست اريا زاد عن حجمه في الاول، فهنخليها 5. وعندنا اتريبيوت تاني اسمه الكولز، عرض مربع الكتابه. احنا قلنا ان الرو بيتحكم في الارتفاع اللي هو عدد السطور، الكولز بيتحكم في عرض التكست اريا. مثلا هنخليه 20 فهتلاقي العرض بتاع التكست اريا زاد معاه. يعني مثلا لو خليته 50 هتلاقي العرض زاد معاه. تمام. تاني حاجه عندنا زرار مهم جدا وهو البوتون. احنا قبل كده استخدمنا الانبوت سبمت ودي شغال عادي، لكن في المشاريع الحديثه غالبا هتلاقي تاج البوتون مستخدم اكثر من السبمت. لو جينا مثلا كتبنا سند هتلاقي الجمله اتكتبت جوه الزرار. ليه بنستخدمه؟ لانه مرن اكتر، تقدر تحط جواه نص، ايقونه، صوره، وكمان التعامل معاه في السي اس اس بيكون اسهل من السبمت. طيب انا لو هستخدمه زرار للسبمت فعلا فعندي اتريبيوت اسمه تايب، بكتب جوه التايب بختار الفيتشر تبع سبمت. لو انا عايز اعمله مثلا ريسيت او اخليه زرار عادي فبختار على حسب انت عاوز تستخدمه في ايه. طيب بعد كده عندنا الداونلود اتريبيوت. السيناريو الطبيعي انك تضغط على ملف PDF المتصفح يفتح PDF، لكن احيانا انت كمطور مش عاوز الملف يفتح، انت عاوز الملف يتحمل مباشره على جهاز المستخدم، وهنا بيظهر الداونلود اتريبيوت. لو انا جيت عملت تاج الاي وجينا ضفنا PDF اللي احنا عاوزين المستخدم يحمله فهنضيفه، نكتب سيشن ونيجي داخل تاج الاي نكتب داونلود. احنا دلوقتي مش شرط عندنا نكتب الايكوال والدبل كود دلوقتي، هفهمك الفكره الاول وبعد كده هشرحهم لك. هنكتب مثلا تحميل الملف
بمجرد ما نضغط على تحميل الملف هتلاقي صفحة فتحت معاك ان انت تقدر تحمل الملف. فلو جينا ضفنا اوبن هتلاقي الملف فتح معاك بدون اي مشاكل. طيب ايه لازمة الايكوال والدبل كود؟ فايدتهم انك لو عاوز تخلي المستخدم يحمل الملف باسم انت تحدده، يعني مثلا هو هنا اسمه سيشن 1، لو انا كتبت هنا مثلا HTML وجينا عملنا تحميل الملف هتلاقي اسم الملف اتغير HTML.pdf بدل سيشن 1. تمام كده. طيب الجزء اللي بعده وهو الكود والبري. لو انت عاوز تكتب كود داخل الموقع بتاعك بس ما يكونش في شكل نص، يكون في هيئة كود برمجي بدون ما الكود يتداخل مع المشروع الحقيقي، نعمل كده ازاي؟ المشكلة بتبدأ اول ما انت بتحاول تعرض الكود بتاعك داخل الصفحة، فالمتصفح مش شايف كود، شايف مجرد نص. واحيانا اسوأ من كده لو عمل تداخل مع اكواد المشروع، لو انت كاتب مثلا كود جافا سكريبت او سي بلس بلس فبيكسر التنسيق. عشان كده HTML وفرت عنصرين بيشتغلوا مع بعض، واحد بيقول للمتصفح ده كود والتاني يقول له اعرضه بنفس الشكل اللي كتبه المبرمج. طيب تعالى كده نجرب. هنكتب كل دوت عن طريق تاج اسمه كود. لو انا عايز اكتب مثلا كود جافا سكريبت، اكتب مثلا ده كده كود جافا سكريبت. تاج الكود بيقول للمتصفح ان المحتوى اللي جواه كود برمجي. طيب مشكلة المسافات، لو انا مثلا عملت المسافة دي هتلاقي المسافة بعدت مش نزلت تحتيه زي ما انا عامل هنا. المسافات ديت اطبقها ازاي؟ عن طريق تاج البري. ناخد كات نكتب بري. تاج البري بيحافظ لك على المسافات اللي انت عاملها بالظبط. تعالى كده نضيف الكود هتلاقيه ضاف زي ما انت كاتبه بالظبط. يعني مثلا لو انا جيت ضفت المسافة دي خليته قدام شوية هتلاقيه نفس المسافة بالظبط. طيب عندنا تاج تاني مهم وهو ال HR بيفصل لك الجزء الاولاني عن الجزء التاني. يعني لو انت عندك قسمين في الموقع بيفصل لك بينهم عن طريق خط، يعني انا مثلا عندي الجزئية ديت والجزء ده، فانا افصل بينهم عن طريق تاج ال HR. بمجرد ما اكتبه هتلاقي فيه خط اتعمل، والتاج دوت سنجل تاج. اخر جزء لو انا عايز اكتب تعليق او نوت ليا في الكود، ان مثلا الجزئيه دي انا فاكرها ان هي بتعمل حاجه معينه فاكتب ملاحظه فوق الكود، اعمل كده ازاي؟ يعني لو جيت مثلا هنا كتبت اي نص هيظهر في المشروع. طيب لو انا عايز اكتب نص ده بقى بدون ما يظهر اعمل كده ازاي؟ عن طريق الكومنت بيتعمل عن طريق كنترول سلاش. كده انت عملت هاش للفيجوال ستوديو كود بيتجاهلها. اي حاجه انت تكتبها جواها مش هتعتبر ولا كود ولا نص تظهر في المشروع. يعني دي نوت تكتب فيها الملاحظات بتاعتك، وديت مهمه جدا لما بتشتغل على مشروع كبير تحتاج تذكر نفسك كل جزئيه بتعمل ايه بالظبط، او لو شغال مع فريق لازم تكتب انت شغال في ايه او وصلت لفين، بتحدد كل جزئيه بتعمل ايه علشان تسهل عليك فيما بعد التعديل او تحديث. وبكده تكون فعليا قفلت ملف ال HTML بالكامل من اول عنوان كتبناه لحد اخر عنصر اتعلمناه النهارده. فحاول تراجع كل اللي احنا اتعلمناه بنفسك علشان ما تنساش الاكواد. فاهم ما في الموضوع ان انت تطبق بايدك كتير. التحدي الاخير ليك اعمل صفحه فيها كل اللي احنا اتعلمناه من اول فيديو ده لو متابع معانا، او ان انت تسمع الشرح وبعد ما تخلص الشرح على طول تطبق بايدك، لان احنا بطبيعتنا كبشر بننسى. فمحتاج تطبق بايدك علشان تتعود على كتابه الاكواد وتمرن نفسك على الشغل بايدك. لو قدرت تعمل كده فانت جاهز بنسبه كبيره جدا ان انت تخش معانا في كورس ال CSS في الفيديو الجاي ان شاء الله. ففي الفيديو الجاي هنبدا اول خطوه عمليه في ال CSS، وهنا الموقع هتبدا تاخد شكل احترافي. وما تنساش انك تدعمني بانك تشترك في القناه وتضغط زر اللايك، واشوفكم في اول كورس في ال CSS. سلام.